السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. اليوتيوبر المغربيه ليلى الشمام كتنزل اخر الاخبار على التيك توكر هشام زوج اليوتيوبر المغربيه خديجه. فخليكم معايا اخوتي باش تشوفوا شنو نزلات على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. فكيف ما كتعرفوا اخوتي باللي ليلى الشمام كيجيوها بزاف ديال الرسائل في الخاص اللي كيسولوا على هشام وخديجه، كيف بقى هشام، فين وصلت الحاله ديالو، بحكم ان خديجه غبرات على مواقع التواصل الاجتماعي واخا كيلوموها بزاف ديال الناس وكيقولوا ليها بلي شحال هذا كنتي كتبارطاجي معنا اي حاجه على هشام، غير مشيتي لفرنسا ما بقيتيش كتباني. راه ماشي الخطر اخوتي، راه ماشي سهل هادشي اللي كتمر منه، ماشي سهله انك تشوفي الزوج ديالك كيسالهم وانت ما قادره ديري ليه والو. فليلى الشمام نزلت ستوريات على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي كتقول فيه: ربي بوحدو اللي عالم بنفسيتي كيفاش دايره، كنشوف حاله هشام كل نهار شحال صعيبه، وربي بوحدو اللي عالم بيه. اليوم اول مره كنسمعو كيغوت بالالم وكيقول: يا ربي خفف عليا يا ربي، راني عييت. اول مره نسمع انينو ديما صابر، واول مره كنشوف خديجه كتقطع قدام هذا العجز، وهي كتشوفه قدامها في حاله صعيبه وكيتالم. بلا ما نهضروا على زينب اللي دخلات فرحانه تزرع النخاع واللي ما عارفينش جديد حالتها، كنعيط للسبيطار كيقولوا لي كوما ورئتها ما بقاتش خدامه، عايشه برئه اصطناعيه. راه ماشي ساهل تشوفوا صحابكم اللي جمعك معاهم المرض في هذه الحاله وتجي وحده تقول ليك اوف عيقتو حيت ما وريتيهاش المأساة اللي كتسنى التاجر بها في التيك توك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ونزلت ستوري اخر كتقول فيه: اشنو كتسناو مني مثلا؟ صحاب عيقتو وهضروا وقولي لينا اش كاين، ندير لكم ميني فلوغ. السلام الغزالات، انا اليوم عند هشام، حالته ربي اللي عالم بها، اما خديجه راه غادي تحماق. بسلامه كبيدات. نعلو الشيطان، كنهضر على الفئه اللي كتسب وتعايرني. راه هذا سبيطار ماشي اوطيل، وهذه ازمه كبيره اللي كنتمناوها تفوت بسلام. اما الناس زوينه طيبه، فخديجه اللي كتطلب مني نحط نطمنكم، وحتى هي فاش كتقدر راها كتحط، واللي ما قدرش وما تفهمش في هاد الظروف راه ما فيه خير. والسلام. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله يهدي ما خلق. فكيف ما سمعتوا اخوتي باللي هشام لاول مره غادي يغوت مسكين بالالم، مولف ديما كيشوفوه صابر ومخبي داكشي لداخل ديالو وكيطلب الله سبحانه وتعالى باش يشافيه، ولكن لاول مره غادي يغوت وغادي يقول يا ربي راني عييت. فالله يكون معاه مسكين والله يشافيه والله يخفف عليه. ودعواتكم كذلك مع خديجه، الله يكون معها ومع هشام بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.